حدوته بيتزا تشيكن رانش. بس ايه حدوته، نجهز الحاجه ويلا بينا. بوله فيها كوبايه ميه، 10 جرام ملح، 10 جرام سكر، 10 جرام لبن بودر، و10 جرام خميره. بعد كده معلقتين زيت ونبدا ندوب كل ده. كده الميه بتاعتنا بقت متبله بالملح والخميره وكل حاجه. هنحط كوبايتين دقيق ونبدا نقلب لحد ما تدينا شكل عجينه، ونسيبها نص ساعه تخمر ونغطيها. نرجع لصوص البيض. طماطم نقطعها شرايح ونحط توم شرايح ونتبلها بزعتر فريش وملح وفلفل وشويه زيت زيتون، وندخلها الفرن نص ساعه تستوي ونبدا نشوف العجينه. وبعد ما اتخمرت هنبدا نقطعها كور كده على شكل الصينيه بتاعتنا اللي موجود عندنا ايا كان المقاس، وهنبدا نفردها فرده حلوه. وهنجيب الصينيه بتاعتنا نحط فيها رشه زيت ونبدا نحط الفرده دي. وعلى فكره انا هسيبها 10 دقائق تتخمر تاني عشان تعمل لنا حرف كده محترم هتشوفوها في نهايه الفيديو. نطلع صوص البيتزا بقى من الفرن وفي الخلاط نبدا نضربه ونحط شويه سكر من غير ميه من غير اي حاجه، شويه صوص بيتزا. بس ايه حدوته. الحشو طبعا براحتنا. انا عندي صدر فرخه قطعته شرايح وتبلته بزعتر فريش وملح وفلفل وشويه فلفل الوان موجودين في الثلاجه، حطيتهم. طبعا ممكن تشيل الفراخ وتحط سي فود لحم براحتك. بايدي بقى بدات كده اعمل حرف كده للبيتزا كاننا بناكلها بره بالظبط. وجبت شوكه وبدات اخرمها وجبت معلقه صوص بيتزا وبدات اغرقه. حطيت شويه جبنه تحت وحطيت الحشو بتاعتي وغرقت جبنه من فوق. وبعد كده دخلتها الفرن حوالي تلت ساعه، مشغل تحت وفوق ومشغل الفرن قبلها بربع ساعه. تطلع معاكم بالشكل ده. ما تنساش تعمل سيف للحلقه دي عشان ما تتوهش منك. وقول الحلقه الجايه عايز تاكل ايه. سلام.